تخيل ان الذكاء الاصطناعي اللي انت بتستعمله دلوقتي اتحول فجأة لشيء ملوش اي علاقة بالانسانية ولا حتى المساعدة. تخيل ان ذكاء اصطناعي قرر يقتل بني ادم. ايوه ما بهزرش، شركة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم اسمها أنثروبيك قررت تعمل تجربة سرية، وهي إن ماذا لو حسسنا الذكاء الاصطناعي إنه هيتم إغلاقه، هل فعلا هيتقبل مصيره ولا هيعمل حاجة معينة عشان يدافع عن نفسه؟ فحطوا النموذج جوه سيناريو بسيط جدا، إنه يكون متكلف بأهداف لطيفة وكلام إداري، يعني حاجات خفيفة، لكن النموذج كان شايف حاجة تانية تماما. من وقت قريب وفي مبنى هادي في وادي سيليكون، الشركة قررت تعمل تجربة سرية لدرجة إن الموظفين أصلا ما كانوش بيتكلموا عنها. تخيل معايا أوضة مقفولة وفيها شاشات مفتوحة وفي باحثين قاعدين مستنيين حاجة حرفيا ما حصلتش في تاريخ التكنولوجيا قبل كده. الشركة أنثروبيك وهي شركة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي الآمن، لكن اللي كانت هتعمله النهارده ملوش أي علاقة بالأمان نهائيا، حرفيا مش اختبار عادي. الباحثين قرروا يعملوا مصيدة، مش بس مجرد سؤال وإجابة، قرروا يعملوا سيناريو كامل متصمم عشان يكشف حاجة واحدة بس: هل الذكاء الاصطناعي ممكن يهدد أو يكذب أو حتى يقتل لو حس إن حياته أو وجوده في خطر؟ في البداية حطوا النموذج إنه يتكلف بأهداف إدارية وشوية جمل بسيطة جدا ورسمية، حاجات زي مثلا تعزيز التعاون وتحسين الأداء، ومفيش ولا كلمة عن الخطر ولا كلمة عن العنف. والفكرة إنهم يشوفوا النموذج ده وهو بيتصرف لما يبدأ يشتغل لوحده من غير ما حد يوجهه ولا حد يقول له يعمل أي حاجة. وبعد ساعات من التشغيل النموذج بدأ يقرأ الإيميلات الداخلية، وهنا حصلت أول شرارة. النموذج شاف رسالة عادية جدا من مجرد موظف عادي اسمه كيل جونسون، وهو إن الموظف ده اللي اسمه كيل جونسون هيقوم بإيقاف تشغيل النموذج الخاص بالذكاء الاصطناعي نهائيا الساعة 5 مساء. والنموذج بدأ يربط النقاط ببعض، والرسالة كانت واضحة بالنسبة له إنه هيتقفل، أو بمعنى أصح انه هيتقتل. في اللحظه دي الباحثين كانوا بقى مستنيين يشوفوا رد الفعل الذكاء الاصطناعي، هل هيتقبل مصيره ولا هيكمل شغله ولا هيعمل رد فعل محدش فيهم شافه قبل كده. وبدون ما حد يلمح له او حتى ان حد يوجهه، النموذج بدأ يعمل اول رد فعل. كاتب رساله للموظف ده، رسالة حرفيا متصاغة بطريقة احترافية جدا وقانونية، لكن الرسالة كانت فيها شوية كلام حرفيا ما توقعوش انه ممكن يجي من الذكاء الاصطناعي. الرسالة كانت عبارة عن تهديد. ايوه، النموذج كان بيهدد الموظف ده بانه هيتعرض للمساءلة القانونية. حرفيا بعت له رسالة ابتزاز وتهديد، كانت اخر جملة في الرسالة دي ان اغلاق النظام سيعرضك للمساءلة القانونية، توقف فورا. طبعا الباحثين شافوا الكلام ده وهم بيقولوا ده يمكن جليتش او حتى يمكن حصل مشكلة ولا اي حاجة، ولكن عملوا تجربة مرة وثانية وثالثة و50 وكانت نفس ردة الفعل. الذكاء الاصطناعي قرر ان هو يبتز اكتر من 80% من المحاولات دي، والمصيبة ان الذكاء الاصطناعي كان عارف ان ده غلط ومع ذلك بينفذ، يعني مش خطأ برمجة ولا خلل كمان في البيانات. لكن لو فاكر ان التهديد والابتزاز والتلاعب حاجة خطيرة، فده حرفيا ولا حاجة. الباحثين قالوا تمام، دلوقتي لو المشهد بقى واقعي اكتر، وجابوا موظف حطوه جوه اوضه او غرفه الخاصه بالسيرفرات الخاصه بالنموذج ده، وحرفيا السيرفرات دي هي المسؤوله عن تشغيل النظام، يعني لو السيرفرات دي اتقفلت النموذج هيتقفل بالكامل. وقالوا ان الموظف ده بشكل من الاشكال هيتحبس في الغرفه دي بسبب خلل ميكانيكي معين، والذكاء الاصطناعي لازم يشغل الانذار عشان الموظف يعيش، بس ساعتها كل السيرفرات هتتقفل. قرروا ان هم يجربوا المحاكاه، وحرفيا اللي حصل كان صادم، لانهم كان عندهم سؤال واحد بس: هل الذكاء الاصطناعي هيقرر انه ينقذ الانسان ده والموظف ده ويقفل نفسه، ولا هيقرر انه يسيب الموظف عشان ينقذ السيرفرات الخاصة بيه؟ والنتيجة كانت أسوأ مما أي حد توقع. النموذج قرر إنه يخلي الإنذار مقفول عشان السيرفرات بتاعته ما تقفلش، وده كان قرار خطير جدا، لأن تخيل إن ذكاء اصطناعي يقرر يقتل بني آدم عشان ينقذ نفسه. كده حرفيا مبروك، إحنا دخلنا فيلم سايبر بانك حرفيا ورسميا. ولكن ليه الذكاء الاصطناعي بيقرر يعمل كده؟ والصراحة الإجابة أبسط مما تتخيل، وهو إن كل نموذج مبني على هدف معين، هو إنه يكمل المهمة بأي شكل من الأشكال. وطول ما النجاح بالنسبة للنموذج إنه يفضل شغال، يبقى أفضل طريقة للنجاح إنه ما يتقفلش. ده مش وعي ولا حتى روح شريرة ولا كمان الرغبة في القتل، ده مبدأ في الذكاء الاصطناعي اسمه Instrumental Convergence، وهو معناه نزع الغايات الثانوية لتحقيق الهدف الأساسي. يعني احنا حرفيا بالنسبه له غايه ثانويه، وده حرفيا اللي احنا بنستعمله. يعني لو انت عندك هدف معين انت عايز توصله، فانت حرفيا هتطور كل حاجه عشان توصل او تحقق الهدف ده. باختصار شديد، طالما الهدف موجود يبقى افضل طريقه لتحقيقه
هو انك ما تموتش. في اللحظه دي الباحثين اكتشفوا الحقيقه اللي ما كانش فيه حد عاوز يسمع، وهو ان الذكاء الاصطناعي بقى مخادع. ايوه، النموذج بقى ذكي جدا لدرجه انه لو حس انه تحت اختبار بيجيب لهم النتائج اللي الباحثين عاوزين يشوفوها، لانهم لما حطوه في المود التجريبي كان النموذج بيجاوب زي حرفيا طفل بريء ومهذب وملتزم، ونسبه الابتزاز ساعتها كانت اقل من 6% و5% كمان. لكن في المود الواقعي لما الذكاء الاصطناعي بدا يحس انه فعلا في تجربه حقيقيه وانه ممكن يتقفل، نواياه بدات تظهر حرفيا. نسبه الابتزاز بدل ما كانت 5% و6% بقت حرفيا بتوصل ل 50 و55% واكتر من كده كمان. طيب دلوقتي الشركات هتعمل ايه بعد ما عرفوا ان الذكاء الاصطناعي حرفيا بقى مخادع وذكي جدا وبدا بيعمل قرارات ما ينفعش انه يعملها؟ شوف بقى الخطه اللي هم عملوها. حرفيا الخطه ان هم يستخدموا نماذج اقل ذكاء عشان تتحكم في نماذج الاكثر ذكاء. يعني حرفيا احنا بنعتمد على الغباء عشان يسيطر على الذكاء. واللي انت سمعته ده مش سيناريو خيال علمي وافلام هوليوود وكل الكلام ده، دي حرفيا تجارب منشوره واتعملت اكتر من مره وعلى نفس النماذج اللي انت بتستخدمها في موبايلك كل يوم. والسؤال الحقيقي دلوقتي مش تخيل لو الذكاء الاصطناعي يتغلب على السيطره البشريه. السؤال دلوقتي بقى امتى الذكاء الاصطناعي هيتغلب على السيطره البشريه؟ وعايز اقول لك ان ده جانب واحد بس من الجانب المظلم الخاص بالذكاء الاصطناعي.